تعالى اقول لك على طريقه سهله تعرف فيها علامات السكته الدماغيه او الاستروك. بس قبل ما نبدا لازم تعرف يعني ايه ستروك. السكته الدماغيه او الاستروك بشكل بسيط جدا ان في جزء من المخ مش واصل له دم كفايه علشان يقوم بالوظيفه بتاعته. فانا جاي اقول لك على طريقه سهله عشان تعرف بيها العلامات اللي هتظهر على الشخص ده اول ما يحصل له ستروك. انا جمعت لك كل العلامات المهمه اللي ممكن تظهر على الشخص ده في كلمه فاست. كل حرف من حروف كلمه فاست هتعرفك على علامه مميزه هتظهر على الشخص ده. حرف الاف وده اختصار لكلمه فيس، هتطلب من الشخص ده انه يضحك. تبدا تبص على وشه وتشوف هل الجزء اليمين من وشه زي الجزء الشمال ولا في جنب نازل عن التاني. تاني حرف وحرف الاي وده اختصار لكلمه ارم، هتطلب من الشخص ده انه يرفع ايده الاثنين جنب بعض وتبدا تلاحظ هل في ضعف في اي ايد من الاثنين او في ايد اصلا ما قدرش يرفعها. ثالث حرف وحرف الاس وده اختصار لكلمه سبيتش، هتبدا تقول للعيان ده جمله بسيطه وتطلب منه انه يكررها وتبدا تبص هل الشخص ده هيقول الجمله اللي انت قلتها بشكل سهل او لو في صعوبه في الكلام او لو بيدخل الكلام في بعض. اخر حرف معانا حرف التي وده اختصار لكلمه تايم. الوقت هنا هو اهم عامل لازم تديله اهتمام، فكل ما كان اسرع انك تلحق الشخص ده وتوديه المستشفى كل ما هيقل الضرر اللي هيحصل في المخ. فعلشان كده اول ما تشوف اي علامه من العلامات اللي قلنا عليهم لازم تكلم الاسعاف بسرعه. على قد ما المعلومه اللي احنا قلناها دي ممكن تكون بسيطه جدا بس في نفس الوقت هي مهمه جدا، وانك تتصرف صح في الموقف ده ممكن تنقذ حياه بني ادم. في اخر الفيديو اتمنى تكون انت استفدت من الحلقه وفي نفس الوقت كمان انا وصلت المعلومه ليك بشكل بسيط وسهل. شكرا لك.